صحيت عشانكو. المغرب طلع كايمة المونديال النهائية. أشرف حكيمي لحق وخلص من الإصابة. بوعدي دخل المشروع رسمي. بس في اسم كبير اتشطب من القايمة، وأنا هقول لكم مين بعد شوية. منتخب مصر بيتدرب استعداد لودية روسيا. مرموش رجع للملعب وحمزة عبد الكريم معاه. الصورة طمنتني صراحة. بس حمدي فتحي معهوش هيلعب، محروم بسبب الطرد قدام اسبانيا. PFA طلعت تقول إن فودن وكول بالمر ضحايا الجدول المجنون. أنا شايف العكس. توخل غلط لما شطب فودن. لاعب بيلعب لمانشستر سيتي تقول لي مش جاهز للمونديال؟ ده اللي اسمه ظلم. أمريكا كمان أعلنت ال26 بوليسيك كابتن تايلر آدمز وأنتوني روبنسون في القائمة. بس الدراما الحقيقية، بوشيتينو بلغ اللي اتشطبوا بفيديو وإيميل، ما كلمش حد بنفسه. لاعب بيعرف إنه بره المونديال من رسالة. حرام عليه. خليني أحطها كده. أليكسيا بوتياس مشيت من برشلونة بعد 14 سنة و232 جون. في تاريخ برشا كله، رجالة وستات، مفيش حد سجل أكتر منها غير ميسي ب672 جون. أرقام مش طبيعية. نهاية حقبة. أهو رجعتلكوا للوعد اللي اتشطب من المغرب، اسمه يوسف النسري، صاحب الرأسية اللي طلعت البرتغال من مونديال قطر. شيلوه. المدرب وليد رغراغي قرر، وأنا مش فاهم القرار ده خالص. أسطورة منسية، 15 يوم بس على المونديال. مكسيكو بتعد، السعودية بتعد، أنا قاعد بعد معاكو. سؤال: شطب النصيري قرار صح ولا غلط؟ قولولي في الكومنت.